هل ممكن يكون في جواك كائن حي بيتغذى عليك كل يوم وانت متعرفش عنه اي حاجة؟ كائن حي جواك، بس بدل ما بيتغذى على اكل وشرب هو بيتغذى على الكائن الحي اللي شايفني دلوقتي. انا ماليش مزاج اعمل اي حاجة وعايز اسيب شغلي مع اني شاطر فيه. بتجنب التعامل مع كل الناس المحيطة بيا ومبردش على موبايلي، وفي اغلب الاوقات بكون قافله. ولما حد بيكلمني عشان خروجه بقيت بهرب من الناس كلها، حتى من اقرب الناس ليا. حاسس اني فاشل ومقدمتش حاجة لحياتي، وعندي شعور بالإحباط ومليش نفس لأي حاجة. بقيت بشتغل لمجرد إني بشتغل والسلام، وحتى عيلتي مبقتش بعرف أتكلم معاهم، ولا حتى إني بقيت أعرف أعبر لهم عن مشاعري. بتيجي عليا أيام بنام ممكن اليوم كله، وأيام تانية ما بعرفش أغمض عيني حتى ولو ساعة واحدة. جسمي مش عاجبني لأن وزني نزل 10 كيلو من قلة الأكل. بس أنا مش بكون مجرد شبعان، لأ، ده أنا أصلا مبقاش بيجيلي إحساس بالجوع. ودي كانت رسالة من بطل قصة النهاردة اللي هيشاركنا قصته في الرحلة التانية. في أوقات كتير بنمر بيها مش بنكون فاهمين نفسنا أو إيه اللي بيحصل لنا، بس بيجيلنا إحساس بالإحباط الشديد ومش عارفين ده إيه مصدره. إحساس سلبي ونظرة دونية لنفسنا، وكل ما نيجي نفكر إيه السبب منلاقيش إن في حاجة معينة. لحظة بتيجي بتلاقينا بنبعد كل الناس اللي حوالينا حتى وإحنا بنحبهم. بنوصل لمرحلة مش بنكون عارفين فيها إحنا مين وعايزين إيه، وكل اللي بنبقى مستنيينه إن تيجي حاجة تحصل علشان تغير الواقع اللي بنعيشه وبنكرره ده كل يوم. ويعدي اليوم ورا التاني وإحنا مستنيين الحاجة اللي هتيجي تغير إحساسنا اللي بنعيش فيه كل يوم. ومع مرور الوقت واستمرار إحساسك ده كل يوم بيصيبك إحساس أكبر إن اللي انت فيه ده ملهوش نهاية وهيفضل مستمر معاك إلى الأبد. طب واللي احنا حاسينه ده اسمه إيه؟ وهل يا ترى هو ده الاكتئاب اللي بيتكلموا عنه، ولا ده مجرد شعور بالحزن بيمر علينا بسبب موقف زعلنا وبيعدي بعد فترة وخلاص؟ لأن أكيد مش طبيعي. هل معقول لمجرد حدث بيحصل في حياتنا ينتج عنه إن حياتنا كلها تتغير من غير ما نحس؟ طب وهل كل اللي حاسينه ده ليه علاج، ولا بيفضل مستمر لأجل غير مسمى؟ وخليني مطولش عليكم في المقدمة ونبدأ في رحلة النهاردة. اللي حابب اقوله لك في الاول بس ان اصعب ما في الشعور انه مش متشاف، واجمل ما في المرض انه دايما ليه علاج. وكل مشكله او موقف بنواجهه في حياتنا هو جه علشان يعلمنا حاجه هتضيف لينا في المستقبل، واللي هيحدد العلاج هو طريقه معاملتك مع المشاكل اللي بتواجهك. وزي ما في الشارع مطبات بتخليك تقلل من سرعه العربيه اللي انت سايقها علشان ممكن يكون في نقره بعد المطب لو كنت خدتها على سرعه كانت العربيه كلها باظت، زي بالظبط ما المشاكل والاحداث المفاجئه في حياتنا ما هي عامله زي المطبات دي بالملي. في مننا اللي ممكن يركن العربية على جنب ويبص على المطب ويقنع نفسه انه مش هيعرف يعديه، ومننا اللي هيقرر يكمل علشان يشوف المطب اللي بعد كده هيتعامل معاه ازاي. كل ده هنتكلم فيه في حلقة النهاردة. اتأكد انك تكمل معايا الحلقة لحد الاخر. فكرت كتير قبل كده هو ايه اللي ممكن يخلي الانسان يوصل لمرحلة انه يكره نفسه ويكون مش حابب البيئة المحيطة بيه اللي كان بيحبها طول حياته؟ وزي ما قلنا في الرحلة اللي فاتت، مين هو اكبر عدو للانسان؟ هل هو الشيطان ولا الانسان نفسه؟ وعرفنا ساعتها ان الشيطان لوحده مش في ايده انه يسيطر علينا ولا على افعالنا، بس في ايده انه يوسوس في عقولنا ويكرر افكار معينه في دماغنا. وساعتها بيجي دور النفس اللي ما بتكونش محصنه ضد الوساوس دي، وتبدا نفس الانسان في التآمر عليه. وده يودينا للمحطه الاولى. الانسان بطبعه مستكشف وبيحب يشوف البيئه من حواليه ويتعلم ويعرف ويتعرف على ناس جديده ومهارات جديده طول الوقت. وفي عز ما هو ماشي في طريقه بيبدا يتعلم حاجات جديده، وفي ظل ما هو بيتعلمها بيبدا يرسم سيناريوهات عن مستقبله والحاجات اللي جايه من حياته هتبقى عامله ازاي. وبيكون كله طاقه للمراحل اللي جايه من حياته. بيكون لسه مش عارف معاني زي الخذلان والاحباط واليأس لحد ما بيبدا يمر بصدمات في طريقه اللي هو ماشي فيه ويبدا يخش على المحطه التانيه. وبيكمل الانسان طريقه في التعلم والتجربه، بس المره دي هو بيكون عنده خلفيه وذكريات معينه اتكونت في عقله الباطن من غير ما يحس. واقرب مثال لده زي بالظبط انك مش هتكون فاكر اول مره حطيت فيها ايدك على البوتاجاز واتلسعت، بس انت عارف كويس دلوقتي انك لو حطيت ايدك على البوتاجاز وهو مولع هتتلسع. كل ده شعور اتكون في عقلك الباطن بسبب الاحساس بالالم اللي عقلك حس بيه في الماضي، وبيبدأ عقلك يحميك من تجربة ورا التانية بناء على ماضيك وذكرياتك. فالانسان الذي بداخلك الان هو نتاج ماضيك وذكرياتك. ومع تكرار الألم وتكرار الصدمات بيبدأ الإنسان يخش في دايرة الأحكام، وده ياخدنا للمحطة الثالثة، المحطة اللي بتبدأ تشوف فيها نفسك وتشوف اللي حواليك من خلال أحكام عقلك حطها في محاولة منه إنه بيحميك من الألم إنك تتوجع من جديد. فتبدأ تشوف إن بابا اللي بيحبك ممكن في لحظة واحدة يعاقبك أو حتى يضربك، وتبدأ تبص على ماما أحن شخص في الكوكب
ممكن زعلها يكون وحش قوي لدرجة انها ممكن تأذيك، فيبدأ عقلك يخليك على عتبة كل باب من غير ما تفتحه، وتبدأ تحط احكام زي ان اقرب الناس ليا والمفروض ان هما بيحبوني ممكن يكونوا اكبر الناس اللي بيسببوا لي اذى في حياتي. تبدأ تتحول صورة الاب في ذهنك ان ده الشخص اللي مستنيني اغلط علشان يعاقبني، وتتحول صورة الام عشان تبقى انا لازم اكون شاطر وبسمع الكلام علشان امي تحبني. ويكمل الانسان رحلته في الحياة وبتجارب جديدة وبأحكام اتحطت جوه عقله علشان يبدأ يواجه المجتمع الخارجي بيها. يبدأ ينقل الصورة اللي كونها في بيته لدايرته اللي بره، سواء صحابه أو في مدرسته أو حتى في شغله. علشان كده ما بستغربش لما بلاقي في ناس متجمعين وقاعدين كلهم بيتكلموا مع بعض وفي شخص فيهم حاطط سماعة في ودانه وقاعد مع نفسه وبيتجنب الكلام مع كل المحيطين بيه. ومع استمرار وتكرار كل ده بنبدأ نخش على المحطة الرابعة. الأحكام اللي عقلك حطها على كل حاجة محيطة بيه بتبدأ تتحكم في طريقة تفكيرك وتترجم في سكوت وخوف وقلق. والمحطة دي خطورتها إنك بتكون فاكر إنك لما بتحط أحكام وأفكار علشان تحمي نفسك من اللي حواليك تتفاجئ إن تكون جواك كائن حي تاني بيخاف من نفسك. ويبدأ نفس الشخص اللي كان بيقعد وسط الناس والسماعات في ودانه مبقاش عارف ينزل من بيته أصلا أو يقعد أو يشوف أي حد، وبيبقى المكان الوحيد اللي قادر إنه يقعد فيه هو أوضته، المكان اللي مفيهوش حد يحكم عليه، لأن ببساطة كل اللي موجود هو أنت ونفسك وبس. وفي المحطة دي بيحصل تغيير كبير جدا في حياتك، لأن في المرحلة دي بتلاقي إن مفيش في الأوضة غير أنت ونفسك، وساعتها بتبدأ ترمي اللوم وجلد الذات والندم على الشخص الوحيد اللي معاك في الأوضة، والشخص ده هو أنت نفسك. بتبدأ تبص على كل أحلام الماضي اللي كان نفسك تحققها، ودلوقتي كل اللي في إيدك إنك تفتكرها وتندم نفسك عليها، وتبدأ تحكم على نفسك بصفات زي الفشل والكسل وعدم المسؤولية. وللأسف في ظل كل المراحل دي بيبدأ الأهل والمحيطين بالشخص ده إنهم يوجهوا له اللوم والعتاب ويوروا له قد إيه هو مقصر في حياته، ودايما قاعد بيتفرج على أفلام ومش مركز معاهم ولا بيروح مع أهله أي عزومات، وبيبقوا فاكرين إنهم بالشكل ده بيخلوه يتحفز علشان يضغط على نفسه أكتر ويتحول في يوم وليلة لشخص مناسب ليهم، من غير ما يعرفوا هو كل ده بدأ منين أو إيه اللي هو حسه خلاه يوصل للمرحلة دي. وده ممكن يودينا للمحطة السادسة. يبدأ الشخص اللي بيمر بكل ده يشوف نفسه إنه بقى عيب على كل المحيطين بيه ومفيش حد قابل وجوده أو هيستحمله. يبدأ ساعتها يشك في نفسه وفي كل حاجة محيطة بيه، ويبدأ الأهل ساعتها يقولوا له قوم صلي لك ركعتين وأنت هتبقى كويس، ما أنت لو ربنا راضي عنك ما كانش ده بقى حالك، بعدك عن ربنا هو السبب في كل اللي أنت فيه ده، وكلام من هذا القبيل. وهم مش عارفين أصلا إيه اللي بيمر بيه أو إيه اللي بيدور داخل عقله. مع استمرار ضغط الأهل وأصحابه والمجتمع من حواليه بيبدأ تفكيره يتحول إنه يعزل نفسه عن الناس أكتر من كده. هو في أكتر من كده؟ خلينا أصدمك وأقول لك خلينا نخش على قصة النهاردة ونعرف مع بعض هو إيه اللي ممكن يحصل بعد كده. بطل قصة النهاردة بيقول أنا كنت طفل شقي واجتماعي جدا، وده أنا مش فاكره، بس الناس كلها اللي حواليا هي اللي بتقولي كده. بحب أهلي جدا وكل المحيط بتاعي، كنت دايما بطلع الأول في دراستي وكنت من أشطر الطلاب في المدرسة لحد ما بدأت أدخل أولى ثانوي. بدأت أفضل أقعد مع نفسي أكتر ما أقعد مع الناس، وعلى الرغم من اني كنت بذاكر كتير جدا بس في نفس الوقت كان مستواي الدراسي عمال بينزل يوم ورا التاني. ولما طلعت بمادتين في اولى ثانوي اتأكدت ساعتها اني مش ذكي زي ما كنت متخيل ولا اني شاطر، ودي كانت اول صدمة في حياتي، لدرجة اني بقيت بكدب اي حد بيقولي ان مستواي كان ممتاز وانا في ابتدائي. ولما دخلت كلية ما كنتش اتمناها، وبدل ما مستواي كان بينزل بس دلوقتي مستواي بينزل في مجال انا اصلا مش حابه. وبالفعل انا دلوقتي شغال في شركة بره مصر ريموتلي، وانا مكمل في دراستي اللي ملهاش اي علاقة بشغلي. وحاليا مش عارف هل اكمل في الكلية عشان يبقى معايا شهادة وخلاص، ولا اسيب الكلية وابدأ من اول وجديد، مع العلم اني وصلت لمرحلة اني تقريبا مفيش اي حد حواليا ومش عارف انا مفروض انجح واشتغل واسعى ليه. وبصراحة ده شيء مزعلني. في الحقيقة أنا شفت إن ده حاجة إيجابية، لأن على قد ما الناس اللي حواليك بعيدة عنك بس ده مأثر فيك بشكل سلبي ومخليك مش حابب الوضع ده. وبطل القصة بيكمل ويقول دلوقتي أنا ابتديت أعتاد على الوحدة، بالعكس ده أنا بدأت أحبها، والشخص الوحيد اللي إلى حد ما بكون مطمن له هو أنا. ولما جيت اتكلمت معاه سألته إمتى أول مرة تحس بالشعور اللي انت حاسه دلوقتي، فلقيته بيقول لي انا تقريبا حاسس بيه طول حياتي ومش فاكر بدأ من امتى. ومن هنا اللي حصل لبطل قصة النهاردة ان عقله اتملى بكبت كتير طول حياته، وهو ده اللي خلى عقله يربط ان حياته كلها كانت عبارة عن تعاسة بس من غير انبساط. وحتى شعور السعادة لما بيحس بيه عقله بيفتكر انه كان في الماضي ويوهمه
انه مش هيحس بيه تاني، فيزيد عنده الاحباط وشعوره باليأس من كل حاجة حواليه. وبطل القصة بيكمل وبيقول: يمكن من كام يوم لما لقيت فيديوهات على السوشيال ميديا لناس بتتكلم عن اللي انا حاسس بيه ده وراحوا لمعالجين وبدأوا يتحسنوا، بدأت ساعتها احس اني محتاج اروح لحد واتكلم، لان ممكن اللي بمر بيه ده مش طبيعي وعلى غير عادتي. ولما جيت اتكلمت مع اهلي علشان اروح لحد، لقيتهم بيردوا عليا بيقولوا لي: ما طبعا، ما انت لو بتصلي وقريب من ربنا ما كانش حصل لك كل ده، انت ربنا مش راضي عنك، علشان كده عمرك ما هتشوف يوم حلو في حياتك، روح الجامعة احسن لك، الدكتور مش هيعمل لك حاجة. وبعديها سألته: طب انت ايه اللي خلاك تيجي وتتكلم دلوقتي؟ قال لي: انا جيت من ورا اهلي لاني حسيت ان مفيش حد فاهمني او حاسس بيا او عارف انا بمر بايه دلوقتي، وانا بقى ماليش مزاج اعمل اي حاجة، وعايز اسيب شغلي مع اني شاطر فيه، بتجنب التعامل مع كل الناس المحيطة بيا، وما بردش على موبايلي، وفي اغلب الاوقات بكون قافله، ولما حد بيكلمني عشان خروجه بقيت بهرب من الناس كلها، حتى من اقرب الناس ليا، حاسس اني فاشل ومقدمتش حاجة لحياتي، وعندي شعور بالاحباط وماليش نفس لاي حاجة، بقيت بشتغل لمجرد اني بشتغل والسلام. وحتى عيلتي ما بقتش بعرف اتكلم معاهم، ولا حتى اني بقيت بعرف اعبر لهم عن مشاعري. بتيجي عليا ايام بنام ممكن اليوم كله، وايام تانية ما بعرفش اغمض عيني حتى ولو ساعة واحدة. جسمي مش عاجبني لان وزني نزل 10 كيلو من قلة الاكل، بس انا مش بكون مجرد شبعان، لا، ده انا اصلا ما بقاش بيجيلي احساس بالجوع. بطل قصة النهاردة تعرض في حياته لصدمات كتير مناعته النفسية ما استحملتهاش، تعرض لاذى وتنمر وكبت مشاعره من اقرب الناس ليه، فعقله دخل في حالة من العزلة عن كل حاجة وكل حد حواليه، ظنا منه انه بيحميه من اي حاجة ممكن تأذيه. ومن هنا نقدر نقول: يا اهلا بالاكتئاب. وحابب اقول رسالة لاهل بطل قصة النهاردة: الاكتئاب مش دلع ولا هو بعد عن ربنا، وللاسف انت لما بتقول لابنك او بنتك كده، انت بالشكل ده بتخليهم يوصلوا لمرحلة ان حتى ربنا ارحم الراحمين مش راضي عني، امال انا هحسن من نفسي ليه؟ اي حد مصاب بالاكتئاب هو بالفعل بالعافية بيصحى من نومه وبيمارس حياته، والحاجات اللي انت بتعملها بشكل روتيني هو بيعملها بمنتهى الصعوبة، لان انت ممكن يجيلك دور برد بسبب فيروس في الجو خلاك تتعب. تخيل بقى لو الفيروس ده جالك من جواك انت، وبدل ما بيكون في دور برد هو في تعب وانهاك وعدم القدرة على اتخاذ اي قرار او انه يقدر يعمل الحاجات العادية في يومه بشكل طبيعي. اي حد مصاب بالاكتئاب مش محتاج اكتر من انه يكون مفهوم من اللي حواليه ويتابع مع مختص يثق فيه، علشان ساعتها هيكتشف ان كل اللي كان بيمر بيه ده مش طبيعي، وهيكتشف ان ما بعد رحلة الاكتئاب في كمية حاجات اتعلمها من الرحلة دي، وحاجات ما كانش واخد باله منها، بس لما اصابه الاكتئاب خلاه يركز اكتر في المحيط اللي حواليه. ونصيحتي لاي حد بيمر بالاعراض دي: اتاكد ان حزنك المستمر ده مش طبيعي، والاعراض اللي انت حاسس بيها دي انت مش لوحدك في ده، بس انت محتاج تروح لمختص علشان تقدر تتعرف على نفسك وتواجه الفيروس ده باحسن طريقة ممكن. وعايز اكد لك ان مفيش حاجة فاتتك ولا لحظة فرحة عدت عليك، كل إحساس حلو كان نفسك تحسه هتلاقيه مضاعف في رحلة ما بعد الاكتئاب. وحابب أقول رسالة للمجتمع: الاكتئاب مش زعل ولا هو حبة حزن وخلاص، الاكتئاب كائن حي بيتغذى على الكائن الحي اللي بيسمعني دلوقتي. وده كان كل اللي معانا في رحلة النهاردة، أتمنى أكون قدرت أوصل لكم الفكرة باختصار، وأتمنى الرحلات اللي جاية تكون مصدر إلهام لكل واحد فيكم. وبس كده، يا ريت لو عجبتكم الحلقة تدعموني بلايك وشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة أول بأول. ولو عندكم أي اقتراحات أو أسئلة اكتبولي تحت في الكومنتات. أشوفكم الرحلة الجاية.